مالك يا ابو سيد؟ في ايه؟ بقول لك تعالى لي حالا. في ايه يا ابو سيد؟ حرقتيني. الساعة الألماس بتاعتي مالها؟ اتسرقت. اتسرقت؟ ازاي وفين؟ اتسرقت من البيت، سبتها على السفرة هنا، نزلت رجعت ما لقيتهاش. هتكون راحت فين يعني؟ عفريت طلع خدها؟ ما اعرفش، انا دورت في كل حتة، قلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش. مفيش غيره. غيره؟ تقصدي؟ طارق هو الوحيد اللي دخل البيت وانا مش موجودة يا عمرو. انا متأكدة ان انا حطها بايدي قبل ما انزل. لا مستحيل طارق يعمل حاجه زي كده. امال هيكون مين يعني؟ مش يمكن الشغاله؟ ام حسام معهاش مفتاح للبيت. طارق. أمرني عمرو بيه. تعالى يا طارق. أجي؟ حاضر. فين الساعة يا حرامي؟ حرامي؟ أنا؟ بقول لك ايه؟ افلام انا مش عايزة، اطلع بالساعة. الساعة إيه؟ والله العظيم أنا ما طارق، الهانم سابت ساعتها على الترابيزه، خرجت راحت مشوار ورجعت ما لقيتهاش. محدش غيرك دخل هنا؟ عمرو بيه أنا ما شفت الساعات. أنا دخلت حطيت الحاجة في المطبخ ومشيت. طب ندور عليها وأنا هدور معاكم. أكيد راحت هنا ولا هنا. والله العظيم لما طلعت بالساعة دلوقتي هطلب لك البوليس. استني يا ابو سينا. طارق، لو كنت خدت الساعة أقول ده أكرم ليك وليا. يا باشا أنا طارق، الساعة دي كانت في إيدي قبل ما أنزل، قلعتها وحطيتها هنا على السفرة، رجعت ما لقيتهاش، ومفيش حد غيرك دخل البيت، يبقى راحت فين؟ خلاص يا ابو سينا اهدي. لا مش ههدى، أنا هطلب له البوليس. طارق استنى مرة. يا عمرو بيه أنا والله طارق، البوليس ايه اللي عايزانا نطلبه؟ احنا بندور على الفضايح، مش عايزين نعمل قلق حوالينا يا ابو سينا. طبعا، ما هو عشان عارف إن إحنا خايفين من الفضايح بيعمل فينا كده، بس لا بقى، أنا مش فارق معايا الفضايح، أنا بالنسبة لي يقول للناس كلها اللي هو عارفه ولا إنه ياخد ساعتي. اهدي يا ابو سينا، من فضلك اهدي وهجيب لك احسن منها، بس سيبيني اتصرف. انا مصدوم فيك يا طارق. عمرو بيه والله العظيم أنا ما سرقت حاجة. محدش بيدخل الشقة غيرك. طب هات لي مصحف. هات لي مصحف وأنا هحلف عليه. اوعى تفتكر انك ممكن تلوي دراعي عشان عارف عني كل حاجة. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ يا عمرو بيه ده أنت مربيني وعارفني كويس. إزاي يجي في بالك إني ممكن أعمل كده؟ انا علشان خاطر امك الغلبانة مش هبيع مستقبلك. هات مفتاح العربية. اعتبر اللي انت خدته ده مكافأة نهاية الخدمة. مش عايز اشوف وشك تاني. اتفضل. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.